القصة كلها بتبدأ في فيلا كبيرة في منطقة بسوس. فيلا شكلها من بره عادي، بس من جوه الدنيا غير كده خالص. اللي عاش فيها قبل كده ما استحملش، واللي دخلها من باب الفضول خرج وهو مش فاهم ايه اللي شافه. آدم ولد عنده 13 سنة، رجع مع أهله من الإمارات علشان يعيش في مصر في الفيلا بتاعتهم. بس بعد كام يوم أهله اضطروا يسافروا ويسيبوه لوحده مع الغفير بتاع الفيلا. آدم ما كانش طفل بيخاف بسهولة، لكن البيت ده كان مختلف. أول ليلة لوحده سمع خطوات فوق السطح رغم إن محدش طلع. الباب الخارجي سمعه بيتقفل بالليل متأخر، مع إن الغفير ما بيدخلش الفيلا في الوقت ده أبدا. والأسوأ إن في أوضة في الدور التاني كل ما يقرب منها يحس بقلبه بيدق برعب، كأن حد جواها واقف مستنيه. الرعب هنا مش في الجثث ولا في الظلال اللي بيشوفها على الحيطة، الرعب الحقيقي تعويذة مش مفهومة. اللي يحاول يقراها أو يلمسها أو يقف قدامها المدة بيحصل له حاجة رهيبة. في ليلة آدم كان معدي من قدام الباب اللي بينزل على البدروم، سمع صوت طفل بيئن كأنه تعبان، الدم اتجمد في عروقه. طلع جري على أوضته، بس على السلم كان سامع همسات كتير حواليه وحس إنه مش لوحده، كأن في حد طالع جنبه. دخل أوضته بسرعة وقفل على نفسه وهو بيترعش وصوت نفسه عالي. قفل الباب بالمفتاح وجري على السرير، بس فجأة النور قطع ولحظات وسمع صوت أكرة الباب بتتحرك ببطء، وفي حد بيحاول يفتح الباب مع إنه متأكد إن مفيش حد معاه في الفيلا. واللي رعبه أكتر صوت الخبط على الباب اللي بدأ بالراحة جدا لحد ما بقى خبط جامد حول دقات قلبه لدقات طبول، والرؤية بدأت تبقى مشوشة. وفجأة ما حسش بنفسه، فقد الوعي من شدة الرعب والخبطات على الباب.